السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أختي، لك كان ممكن تقدمي نفسك؟ أنا الصغرشني فريدة، أخت ديال الضحية الصغرشني أمينة اللي كانت تعرضت من قبل للقتل من طرف الحفيد ديال الزوج ديالها، وكان تقتل الزوج ديالها الله يرحمه محمد رحاوي. كانت تقتل شحال هذه سنة تقريبا؟ تقريبا واحد السنة باش تقتل الله يرحمه. اللي كان قتلو ولد اختو ولد بنتو؟ كان قتلو ولد بنتو. ولد بنتو الان فين هو موجود؟ راه باقي في الحبس؟ باقي في السجن، باقي في الإصلاحية. في الإصلاحية او السجن او الحبس كيف ما كان الحال. باقي في الإصلاحية. راح تحكم عليه ولا مازال؟ لا مازال، باقي عندنا مشاكل في المحكمة، باقي ما تحكمش، باقي حنا يعني كنحسوا بلي ان الحياة ديالنا مهدة من الطرف ديال ما عرفناش منين، لان قلتي لي الحياة ديالنا مهدة، غير بغيتك باش تفسري لي مزيان. اولا هذا المجيء ديالك للجريدة ديال الجسور باش تعطي شي نداء. لمن بغيتي تعطي النداء؟ توجهي النداء ديالك؟ بغيت نوجه النداء ديالي للسيد والي الامن ديال مدينة وجدة. الوالي الجديد، الوالي سي تريسي. سي تريسي الله يذكرو بخير. يجيبوها لنا بخير ان شاء الله. شنو بغيتي تقولي للسي تريسي بصفتو والي الامن لمدينة وجدة؟ السي تريسي مرحبا به عندنا في وجدة، رجع لنا لوجدة باش ان شاء الله يكون هو السبب ديال تنظيف مدينة وجدة من المجرمين والاجرام بصفة عامة. وبغيت نوجه ليه هذا النداء، نقول له ان حنا كنتعرضوا للتهديدات. يعني لو كنت اللي قلتي حنا، سمحي لي ما نفوتوش هذه النقطه، يعني شكون نتوما؟ يعني انت الاخت؟ انا والاخت ديالي والعائله ديالي بصفه عامه كنتعرضوا للتهديدات. كنتعرضوا للتهديدات، بحيث ان كنمشيو حدا المنزل ديالنا كيجينا واحد السيد بالموطور دائما حاضنه تما كيراقب التحركات ديالنا، ومشينا حتى الرباط لقيناهم تما، وديت الاخت ديالي كنهربوها حنا ديناها لكازا، بحيث لقيناهم حتى في التران كيركبوا معنا. تابعين لكم حتى في التران؟ حتى في القطار؟ في القطار كيتابعونا. يعني هادو اللي تبعوكم في القطار واش تعرفتوا عليهم؟ تسمعنا تعرفنا عليهم وكنعرفوهم مزيان هاد الناس اللي تبعونا. وواحد الوقيته انا جيت من الرباط غاديه لكازا، وجا واحد السيد وصورني تما في محطه القطار، ومشيت علمت به تما المسؤولين اللي تما في الرباط. لا في الدار البيضاء. يعني جا شي واحد تبعك وخدا لك صوره؟ تبعني وخدا تما الصوره ومشاو وقيتي به دعوه تما ماشي قيت به دعوه، ولكن علمت انا دوك السيكوريتي وعلمنا داك الاداره تما. والمهم حنا ما عرفتش انا هاد الناس، هاد السيد اللي تبعني صورني ما عرفتوش شكون هو بالضبط. قلتي لي باللي السيده الاخت ديالك سرغوشني اللي كانت ضحيه ديال الاعتداء من طرف ابن الاخت ديال الزوج ديالها، ولا ابن بنته. اييه. قلتي الان كتعيش في واحد الحاله، يعني حاله عصبيه معصبه، حاله نفسيه خطيره، متدهوره، حيت خدات الضغوطات من كل جهه. هذوك الزوج ديالها توفى، وهي حياتها كلها مشات تهدات مسكينه، الصحه ديالها مشات، وكيقولوا لها باش تنزل لهم على هذه القضيه، وهي ما قادرش، ما سخاتش بالزوج ديالها، باقي كتفكر وباقي تبكي عليه، ونفسيتها تدهورات، ومازال زايدين لها بهاد التهمه، تهموها بهذا القتل العمد وتضليل وتغيير معالم الجريمه وتضليل العداله، لان هذا الشيء كله كيلعب في الاعصاب ديالها. وحتى هاد الناس اللي كيهدوها وكيتبعوها حتى هما اثر عليها على حسب معلوم، حتى هما اثر عليها لدرجه ان واحد مشيت انا خرجت واحد الخرجه من الدار، بان لي الراجل حدا الباب بالموطور شويه، هي جات تبعاني وشويه هو تبعني بالموطور، وبقات كتغوت وطاحت في الارض، وهي كانت بعدا ديجا تحلات ليها العمليه وزادت مرضات بزاف، ديناها للطبيب، يعني كتعيش واحد الحاله مزريه. اذا هذا الشيء اللي كنتي حكيتيه لنا، واش درتي شي شكايه ولا عاد غادي ديري شي شكايه للسيد وكيل الملك؟ لا، غادي ندير هذا الشكايه، توجي شكايه للسيد وكيل الملك. السيد وكيل، يعني انكم كتعرضوا للتهديد من طرف طرف مجهولين، يعني الناس مجهولين. كنتعرضوا للتهديد من الناس مجهولين، وحنا انا كناشد السيد ولي الامن ديال وجدة باش يشوف لنا هاد القضيه هذه ويحقق فيها مزيان ويدير لنا الحق، لان حنا ما كنطالبوا غير الحق وبالعداله، ما كنطالبوش بشي حاجه اخرى، وبالامن، وبغينا باش حنا نعيشوا بحال باقي المغاربه بكل امان.
في بلادنا. اذا اخر كلمه اللي تقولها للناس اللي غادي يشوفوك ويسمعوك؟ اخر كلمه كنقولها للناس اللي كيشوفونا ان باش يناشدونا يعني ازروكم ويعاونوكم باش تبان الحق ويأزرونا ويعاونونا باش تبان الحقيقه. حنا ما بغينا الا الحقيقه، باش تبان الحقيقه ديال هاد الجريمه اللي وقعت. هاد الجريمه شنيعه، يعني ماشي شي جريمه اللي هي جريمه سهله، راه جريمه كبيره وكبيره بزاف. اذا شكرا الاخت، ونتمنى ان شاء الله باش كنشكرك. تبارك الله عليك.